صباح الخيرات يا أصدقائي. قبل أي حاجة حيوا على مصر الأول. المهم حبيت أشارك معاكم يوم منتج خفيف لطيف النهاردة وأحكي معاكم شوية، فتابعوا الفلوج لآخره علشان هاخدكم معايا زيارة حلوة. عادة حلوة بنعملها أول ما نصحى وهي إننا نرتب السرير، وأنا هنا كنت بغير الملاية بتاعتي لأنه كان بقاله أسبوع وكده، فحبيت إن أنا أغيرها وأغسلها وأحط ملاية جديدة بدلها. بعد ما خلصت ترتيب السرير اتوضيت وصليت وكمان جهزت الفطار بتاعي، وده كان فطار النهارده. وحقيقي مبسوطه وانا باكل خضار دلوقتي لانه قبل كده ما كنتش باكله، والفتره دي بحاول يعني يبقى فيه في الاكل بتاعي حاجه صحيه وكده. وكمان بحب وانا بفطر اتفرج على فلوجز الناس بتابعهم، خصوصا الناس اللي انا بتعلم اللغه بتاعتهم، فالموضوع ده مش بياخد مجهود وفي نفس الوقت بيخليني اطور الاستماع بتاع اللغه عندي. كان بقالي كتير جدا هنا ما روقتش دولابي، وكانت الهدوم مكركبه على بعضها حرفيا، فاستغليت ان في بدايه اليوم ومفيش كسل وكده وروقت الدولاب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد ما خلصت كل حاجة جهزت لبسي وشنطتي وتوجهت لوجهتي ألا وهي المتحف المصري. كنت نازلة وقتها عشان الكورس بتاعي وكده، ولكن نزلت بدري فقلت هاخد جولة لوحدي يعني وكده، فرحت على المتحف على طول. وحقيقي يا جماعة أنا في كل مرة بنزل المتحف ده بحسها أول مرة ليا، معرفش ليه برغم إني بنزله كتير جدا يعني. طيب ودلوقتي هسيبكم مع زهرة والستوري تايم بتاعها في المتحف. Here we are in front of Egyptian Museum. I hope to be بمندو وسطح خير. اعذروني يا جماعه لو انتوا اتخضيتوا دلوقتي، بس حرفيا انا هنا كنت بقوله في سر يعني شعورك ايه وانت عايش حلمي؟ شعورك ايه وانت عايش حلمي دلوقتي؟ Here it is and here I am. وهنا بعد ما خلصت لف في المتحف بدأت ستوري تايم بتاعي، وحرفيا الكلام ما كانش مترتب ولا كنت منوهه انا عايزه اقول ايه، بس انا قلت كل اللي شفته وكل اللي كان في قلبي وكده. ودي حاجه انا حبيت احتفظ بيها واسيبها هنا على القناه علشان لما اكبر ارجع افتكرها تاني واتفرج عليها. بصراحة يا جماعة ستوري تايم ستوري تيل بقى او اي حاجة عامة، انا يعني بعد ما لفيت في المتحف 500 مرة اصلا، كل مرة بلف فيه عشان انا القسم بتاعي كده، حرفيا انا ببقى مبسوطة من الناس اللي بتشرح، المرشدين السياحيين اللي بيقعدوا يشرحوا للسياح وبيشرحوا بكذا لغة. اكتر حاجة لاحظتها ان هو الصيني هو المتداول اول يومين دول، فبجد وهم بيشرحوا كده اللي هو يا رب يا رب انا مش عارفه هيحصل امتى، بس انا عايزه اشرح زيهم بجد يعني. ما شاء الله بيشرحوا حلوه قوي وبيتكلموا معاهم بيضحكوا وبيهزروا وعارفين اللغه وهم مبسوطين، السياح بيبقوا مبسوطين. وعارفه اللي هو انا مبسوطه ان في ناس بتشرح الحضاره بتاعتنا، بس بجد شكلهم حلو قوي وهم بيشرحوا الحضاره بتاعتنا، فدي حاجه انا حباها قوي يعني. بتمنى في يوم من الايام اشرح، اتمنى في يوم من الايام اطلع اتكلم عن حضارتي
اطلع اتكلم عن حضرتي واشرح في المتحف المصري الكبير، عشان حصل لي موقف فيه بالذات هو اللي خلاني عايزه حرفيا ان انا اشرح فيه او عايزه اتكلم فيه او عايزه اوجه السياح فيه. ف مش عارفه هيحصل امتى، بس انا حرفيا عايزه احصل دلوقتي. اسمع علينا يعني بعد 2 أو 3 سنين ان شاء الله اكون تور جايد في المتحف ده ان شاء الله ان شاء الله. بعد ما خلصت اخدت اول مترو على طول ورحت الكورس بتاعي، بعد كده رجعت او روحت البيت عامه يعني. فطريق السفر كان صعب قوي عليا لان انا روحت متاخر وكده، فما كنتش قادره ان انا اصور خالص، ودي كانت حالتي حرفيا لما انا روحت. فقلت هرتاح شويه، وبعد كده العشاء اذنت فصليت العشاء، وبعد كده قرات الورد القراني بتاعي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب. بعد ما خلصت قلت هستغل اخر ساعة في اليوم، والحاجة اللي انا خدتها في الكورس بتاعي هكتبها واراجع عليها شوية علشان تكون لسه ثابتة في مخي وكده، بما اني لسه واخداها يعني وكده في اليوم. ودي كانت اخر حاجة عملتها في اليوم بتاعي. وحقيقي انا كنت فاصلة جدا جدا وقتها لما كنت بكتب وكده، بس حاولت يعني على قد ما اقدر علشان استفاد باليوم. فعملت لي حاجة سخنة وبدأت. وبكده يكون انتهى فيديو النهارده يا اصدقاء. ما تنسوش بقى تعملوا لايك حلو للفيديو وتعملوا كومنت لطيف من عندكم، وقولوا لي لو عجبكم الفيديو ولا لا. ومع السلامة.